إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا، أي في نفس الوقت، وكان أحدهما أكثر اجتهادا في العبادة من أخيه، ثم إنه بعد ذلك توفي الذي قد كان مجتهدا أكثر من أخيه في العبادة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، والآخر عاش بعده سنة كاملة. فرأى طلحة بن عبيد الله في المنام أن الذي قد مات متأخرا دخل الجنة قبل الذي مات من قبل وكان مجاهدا في سبيل الله عز وجل. فحدث بذلك الناس فتعجب الناس من ذلك، فلما بلغ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم على ما يستعجلون، ألم يكن الآخر قد عاش بعده سنة كاملة فصامها، أي صام رمضان وصلى كذا وكذا سجدة لله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون أجر الصيام عند الله عز وجل. فهذا الرجل الذي عمر سنة وجاءه رمضان فصامه وقام فيه لله عز وجل، وجاءت عليه ليلة القدر فأحياها، دخل الجنة قبل الآخر مع أنه مجاهد في سبيل الله عز وجل. هذا إن دل إخواني دل على عظم أجر صيام شهر رمضان المبارك. عباد الله، الله عز وجل اختار جبريل من الملائكة ليكون الروح الأمين وليكون أمين الوحي عليه السلام، واختار من الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم على الإطلاق. واختار من البقاع مكة المكرمة، فاختار من الأزمنة شهر رمضان المبارك ليكون خير شهر عند الله سبحانه وتعالى. كيف لا عباد الله؟ وفي هذا الشهر المبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، وهناك داع يقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر أو أقصر. كيف لا إخواني؟ وفي هذا الشهر المبارك أنزل الله عز وجل فيه القرآن. كيف لا إخواني؟ وفي هذا الشهر المبارك في كل ليلة عتقاء من النار، فالله عز وجل يعتق في كل ليلة من ليالي هذا الشهر ليس عتيقا أو عتيقان، بل عتقاء كثر من نار جهنم. كيف لا إخواني؟ وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، لا تكتمل أركان الإسلام الخمس إلا بصيام هذا الشهر المبارك. جعل الله عز وجل للصائمين بابا في الجنة
لا يدخله سواهم باب الريان، يدخله الصائمون ولا يدخله غيرهم، فإذا دخلوا منه أغلق هذا الباب فلا يدخل أحد بعدهم. في شهر رمضان المبارك جعل الله عز وجل صلاة التراويح مع الإمام في جماعة كأنما قام العبد الليل كله يصليه لله عز وجل. أقل من ساعة واحدة تصليها خلف الإمام فكأنما قمت الليل من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر. وماذا تريد أعظم من هذا الأجر المبارك؟ إن كان في الأيام العادية قراءة القرآن الحرف الواحد ب10 حسنات، فكيف سيكون الحال في شهر أنزل فيه القرآن؟ كان السلف الصالح وإخواني عندهم رمضان ينصف السنة نصفا قبله ونصفا بعده، فالنصف الذي قبله كانوا يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان وأن يسلمهم لرمضان، والنصف الآخر يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم رمضان. هذه محطة يتزود منها العباد جعلها الله سبحانه وتعالى لنا، محطة إخواني يراجع فيها العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل، فيما قصر في طاعة الله عز وجل أو ارتكب من ذنوب ومعاصي، فرصة حتى يستيقظ الإنسان فيراجع نفسه ويراجع حساباته، فيتوب لله عز وجل ويتوب الله عز وجل على من يشاء، أن يستغفر فيغفر الله عز وجل لعباده، أن يطلب الرحمة فيرحم الله عز وجل من العباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد إخواني أنبه على بعض الأمور الخاصة في شهر رمضان. أولها أن يجمع العبد نيته وقصده لصيام هذا الشهر المبارك، فمن لم يجمع نية صيام رمضان فلا صيام له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال أهل العلم أو بعض أهل العلم أنه يكفي أن تجمع في أول يوم من أيام رمضان قبل دخول الوقت أن تجمع نية بأنك تنوي صيام الشهر كله. فإذا نويت هذا قبل شهر رمضان أنك تنوي أن تصوم الشهر كله لله عز وجل، بذلك إن شاء الله قبل منك الصيام. ومن لم يجمع نيته قبل الفجر فلا صيام له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر أيضا أمر خطير إخواني، كثير من أبناء المسلمين أخذ يتهاون في صيام هذا الشهر المبارك، فتراه يفطر بالخفاء أو بالعلن ولا يتقي الله عز وجل في نفسه، تراه معه الدخان أو الطعام أو الشراب ويأكله إما أمام الناس وإما من ورائهم، وكأن الله عز وجل والعياذ بالله لا يرى هذا العبد. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصنافا من أهل النار يعذبون، رأى قوما يعذبون بأنهم علقوا بخيط من نار في عراقيبهم. والعقوب إخواني هو الوتر أو الشريان الذي يكون عند الكعبين، العظم الناتئ في أسفل القدمين، معلقون في خيط من نار في عراقيبهم، يدخل من مكان ويخرج من مكان آخر، وأقدامهم إلى الأعلى ورؤوسهم إلى الأسفل، ويخرج من أشداقهم أي من شفافهم الدم الكثير، وهذا عقابهم عند الله عز وجل، يعذبون ثم بعد ذلك يتوب الله عز وجل على من يشاء. وقال بعض أهل العلم أنه من أفطر يوما في رمضان من غير عذر، وهذا قول الأحناف والمالكية، من أفطر يوما بغير عذر فكفارة هذا الإفطار أن يصوم شهرين متتابعين
أي كأنه جامع في رمضان، فهذه نفس كفارة الجماع في رمضان. تخيل إخواني كيف التشديد في إفطار يوم من رمضان بغير عذر. فاتقوا الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، ما هي إلا ساعات وتنقضي. ثم بعد ذلك إخواني إن الأمر أمر نفسي وليس بأمر طعام ولا بأمر شراب. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتلوى كما قال عنه عمر بن الخطاب من الجوع في يومه، لا يجد التمر الرديء حتى يأكله صلى الله عليه وسلم. وكان يصوم ثم لا يجد على إفطاره إلا التمر فيأكل التمر، ثم بعد ذلك يصوم اليوم الثاني ولم يفطر إلا على التمر. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن إخواني على سفرة الطعام طعام ليس له بداية وليس له نهاية، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وعلى الرغم من ذلك ترى كثيرا من أبناء المسلمين يفطرون في هذا الشهر المبارك وينتهكون حرمة الله سبحانه وتعالى. أختم إخواني بأمر أيضا رأيته قبل صلاة الجمعة. كثير من المصلين يصلون في الشارع وعلى الرصيف في الأسفل، وذلك إخواني قبل أن يمتلئ المسجد عن بكرة أبيه. هؤلاء إخواني صلاتهم باطلة. يجب على المصلي أن يأتي للمسجد، فإن لم يجد متسعا ولم يجد مكانا بعد ذلك يصلي في الأسفل اضطرارا وليس اختيارا. تعال إلى المسجد، ابحث عن مكان مخصص، لم تجد مكانا لك حينها صلي في الأسفل. أما أنك تأتي ابتداء من بيتك فتجلس على الرصيف وتنتظر الخطبة ثم الصلاة ثم تصلي وتنصرف، فهذه صلاة باطلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في كل مكان من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم اصلح الراعي والرعية وأقم الصلاة.